3 شهور مضت على مأساة تلف قريتي نبل والزهراء بسبب الحصار وتهديدات المجموعات المسلحة. وضع متأزم يعيشه الأهالي أدى إلى حال إنسانية صعبة من نقص في الغذاء والدواء والمشتقات النفطية إلى انقطاع للتيار الكهربائي والاتصالات. القريتان تبعدان عن حلب المدينة نحو 22 كيلومترا و25 كيلومترا عن الحدود مع تركيا. مع كل ضربة في هذا الجرن تتردد تنهدات هذه السيدة، تنهدات موشعة تختصر ألم أهالي قريتي نبل والزهراء بريف حلب الشمالي بسوريا. ذنبهم رفضهم الامتثال لأوامر المجموعات المسلحة وطلباتها التعجيزية، جرم لا ذنب لهم فيه. فكانت المعاناة حصارا منذ 3 أشهر ونقصا في الغذاء والدواء والمشتقات النفطية وانقطاع التيار الكهربائي والاتصالات. حتى الإمدادات التي كانت تصلهم عن طريق المروحيات هي أيضا توقفت. نحن نقوم بتأدية الخدمة لمدينتي نبل والزهراء والقرى المجاورة أيضا، ولكن نتيجة الحصار المفروض على مدينتي نبل والزهراء أصبحت هذه الخدمة ضعيفة، بحيث أصبح نقص حاد في الأدوية وأغذية الأطفال. الطحين والسمسم الأسود هنا لا يدلان على التمسك بعادات وتقاليد قديمة، بل يدلان على واقع أسود كلون جدران الطوابين. مفقود الطحين يعني كميته كثير قليله، في الزور اللي عم ندبر ان الوجبه يعني يوميا كل يوم بيومه، عم نضطر يعني نرجع لهالطريقه اللي نطعم الاولاد ونطعم الاسره. نتمنى من الدوله، نتمنى من الحكومه انه تقدرنا وتبعث له تفتح لنا الطريق مشان نقدر نخدم مواطنين مدينه نبل وبالريف اللي كان يجي لعنا نحن نقوم بالخدمات الطبيه اللازمه له. مناشده اهالي قريتي نبل والزهراء للجهات الرسميه وللجمعيات الاهليه للمساعده لم تجد نفعا، ما زاد الطين بله. انقطاع المواد التموينية بشكل شبه كلي وانعدام حليب الأطفال وأغلب أنواع الأدوية في الصيدليات. إذن أكثر من 60,000 مواطن حكم عليهم بالموت جوعا. هذه القرى تبقى نموذجا يختصر مآسي عشرات القرى السورية التي تعاني من الحصار، ويبقى مصيرها معلقا على سيل المعارك وإرادة المسلحين.